السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله جايبه لكم شكل المفروشات وهي متطبقه وجاهزه على الرص في الدولاب على طول. هنا الدولاب ده شكل الدولاب كده، تقسيمه الدولاب بتاع العروسه. هنا حاطط لها اللحاف الكبير فوق برضو جاهز يعني، حطيته على طول. قلت بقى عشان ما ازحمش الدنيا على السرير وسهلت لنفسي شويه. وهجيب لكم برضو رصه الدولاب بعد ما اوريكم المفروشات وهي متطبقه. هعمل لكم فيديو تاني باذن الله ازاي ان انا ارص دولاب العروسه. هنا ديت المفروشات كلها، ديت اللحافين الحلوين قوي دول اطفال عاجبيني جدا. ودي هنا بطانيه للسرير الكبير ودفايه، ودي بطاطين اطفال. وهنا برضو فوط العروسه اللهم بارك، وكوفرتيات سرير كبير وسرير اطفال. وهنا بقى الملايات قصه وحكايه تانية، عايزه اوريكم تدريج الالوان بتاعتها. شوفوا تدريج الالوان والملايات نفسها، اللهم بارك. مسطره بجد والله، مسطره، مفيش ملايه اكبر من ملايه ولا ملايه اصغر من ملايه. وهنا برضو الاطفال برضو كذلك، اللهم بارك. البيج فوق البيج، واللون الكحلي الغامق الرصاصي الغامق الجري الغامق ده، حطيت معاه الابيض اللي داخل فيه كحلي. وهنا برضو كذلك ملايات الاطفال، بطانيه للسرير الكبير ومفرش. وهنا اللهم صل على النبي، هنا حطيت برضو طبقت فوط العروسة، عملت التطبيقة اللي هي المتداخلة داخل بعضها ديت، وعملت برضو التطبيقة دي بالشكل ده. انتظروا بقى فيديو رص دولاب العروسة بإذن الله في أقرب وقت. متنسوش تحطوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.